مشاهدينا الأعزاء، هو مساء جميل جدا جدا جدا. الشخص موجود هنا في الاستوديو هو أسعد الموجودين في مبنى بي إن سبورتس في هذه الأمسية. مبروك فوز ميلان. لم أتوقع هذا الفوز. لقد كانوا هم في موقع الأندر دوغ، بمعنى الفريق الغير مرشح للفوز، وكنت منتظر ردة فعل من ريال مدريد. المفاجأة بالنسبة لي هو أنه ضد بروسيا دورتموند كان هناك القوة الكافية للعودة وتحقيق الريمونتادا. اليوم لم أرى تلك أو ذاك التوهج من اللاعبين الخاصين بنادي ريال مدريد. لدي إحساس أن ليس لديهم مفاتيح النجاح، وأن مبابي لم ينسجم بطريقة جيدة، ونرى فقدان للثقة. ولكن ما أعجبني في نادي الميلان اليوم هو أنهم لم يعتمدوا على لياو فقط. اليوم رأيت روح جماعية بأتم معنى الكلمة. هذه المرة الأولى أرى تنوع في تسجيل الأهداف من ضربات الركنية، مزيج جميل، بناء هجومي جيد جدا. هذا ما أعجبني في نادي الميلان، ولم أرى هذا الأمر في نادي الميلان لمدة طويلة. ولكن بالنسبة للريال، ولكن الشوط الثاني رايندرز مثل ما رأينا يسجل بهكذا طريقة. لقد سجل تيجاني رينرز سجل هكذا أهداف في السابق، ولكن اليوم نادي الميلان قاموا بهجوم على أحسن ما يرام. لعبوا بطريقة جماعية واستحوذوا على الكرة بطريقة جيدة، وكانت لعبوا بأريحية. واعتقد وأن نادي الريال يعاني كثيرا، وسوف يتعرض لنقد لاذع، وهو نقد مستحق، خاصة بعد ما حصل في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة. إذا هناك مشكلة ثقة في النفس، بدا الأمر واضحا وجليا. إذا أوقات عصيبة يمر بها السيد أنشيلوتي، والمدرب الكبير لابد أن يخرج بسرعة من الأوقات العصيبة لنرى ما الذي سيفعله السيد أنشيلوتي. إذا كان أنشيلوتي قد عانى بتلقي فريقه ل3 أهداف في هذه الأمسية، يكون ترتيب الشامبيونز ليج على مستوى مرحلة الدوري بالمراكز ال8 المؤهلة مباشرة إلى دور 16 من الشامبيونز ليج، حيث ليفربول الفريق الوحيد الذي حقق الانتصار والعلامة الكاملة في مبارياته ال4، وصل إلى 12 نقطة في المركز الأول. في المرتبة الثانية سبورتينغ لشبونة الذي سيستغني مضطرا عن مدربه المنتقل إلى فريق مانشستر يونايتد، يترك الفريق في أفضل مرحلة ممكنة ب10 نقاط ب3 انتصارات وبتعادل. الثانية كذلك موناكو يفاجئ الجميع بالوصول إلى المرتبة الثالثة الآن ب10 نقاط ب3 انتصارات وتعادل وحيد، منها فوز على برشلونة. دورتموند واستون فيلا ب9 نقاط، مع تذكير بأن استون فيلا يمتلك 3 مباريات، هو الفريق الوحيد الذي يستطيع أن يعادل ليفربول بالنقاط والاستكمال في العلامة الكاملة إن حقق الانتصار غدا في الشامبيونز ليج. مانشستر سيتي في المرتبة السادسة ب7 نقاط، كذلك بريست وإنتر مع 3 مباريات لبريست وأيضا لإنتر. مرتبة التاسعة لأرسنال أيضا بمباراة أقل. يوفنتوس مرتبة 10، ليل، سيلتيك، دينامو زغرب ب7 نقاط، ثم برشلونة، بنفيكا، ريال مدريد، ميلان، فاينورد ب6 نقاط، مع مباراة أقل لفاينورد، أقل لبنفيكا وأقل كذلك لبرشلونة، ثم ب5 نقاط أتلانتا وبيس في ايندهوفن، ب4 نقاط شتوتغارت، باريس سان جيرمان وسبارتا براغ في المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية. أما في المراكز التي يغادر أصحابها بطولة دوري الأبطال يقع فيها بايرن ميونخ بشكل مفاجئ ب3 نقاط من 3 مباريات، ثم جيرونا، كلوب بروج، أتلتيكو مدريد، شختار، بولونيا، لايبزيك دون نقاط، شتورم جراتس كذلك دون نقاط، النجم الأحمر كذلك، سالزبورغ، يانغ بويز وسلوفان براتسلافا. كل هذه الفرق لم تحقق أي نقطة حتى الآن. دعونا الآن نستمع لروديغر مدافع فريق ريال مدريد وصاحب الهدف الملغى في الجزء الأخير من هذه المباراة، متحدثا لبي إن سبورتس بعد المباراة. نتابع. Bad game for Real Madrid tonight. سيئة للريال، هذا واقع الأمر.
لسوء الحظ نحن نجعل الفريق الخصم يفرض نفسه علينا. ولكن ما الذي حدث بعد مباراة بروسيا دورتموند؟ رأينا تلك الريمونتادا الجميلة في الشوط الثاني، تكتيك جميل، فنيات عالية، أهداف جميلة. إذن هذا هو الواقع، نحن نتقبل أهداف كثيرة. أعتقد أن في الوقت الراهن الدفاع والهجوم ليس على أحسن ما يرام. هل هي مشكلة لاعبين أو مشكلة نفسية وسيكولوجية؟ نعم، هي مشكلة سيكولوجية بمعنى الكلمة. الأهداف التي أهدناها للفريق الخصم تعبر عن مشكلة نفسية، ولكن هناك مشاكل في كل الخطوط. تتقبلون أهداف كثيرة وهناك شح تهديفي. ضد بروسيا دورتموند صارت الأمور على أحسن ما يرام، ولكن علينا نهدف في الوقت الراهن. ولكن واقع الأمر يقول هو أننا لسنا على أحسن ما يرام وليس هناك أعراض. هل تعد أنت وزملائك بأن تجعلوا المباراة القادمة تبين الوجه الحقيقي لريال مدريد؟ نعم، سنبين الوجه الحقيقي مرة أخرى بعد الاستراحة الدولية ومباراة يوم السبت القادم. هذه خسارة سيئة جدا. هكذا عبر روديجر عن استيائه من هذه الهزيمة، لكن لابد أن نتوقف عند مينيو حارس مرمى المنتخب الفرنسي، حارس ميلان الذي كان أحد أهم أسباب انتصار ميلان في هذه المباراة وفاز بكابتن. صحيح، قدم مباراة كبيرة في الأوقات الصعبة والحرجة، معناتها كان سد منيع لدفاع فريق ميلان. وأعتقد ميلان كل يوم ممكن أفضل مباراة لميلان في الموسم هذا، لأنه يعني بصراحة صعب أنك تفوز على الريال على أرضه أم جمهوره بالنتيجة هذه، وخصوصا أن ميلان اليوم من الناحية الهجومية برافو الفونسيكا ما عرفش الدفاع. فريق سجل 3 أهداف، كان ممكن عنده إمكانية بسجل 3 أهداف أخرى. يعني اليوم واضح أنه فريق الريال مازال ما هضمش الهزيمة ضد البارسا، لأن أنا ما ذكرش محمد في تاريخ الريال أنه انهزم في برنابيو في مباراتين متتاليتين وب7 أهداف. يعني ما نتذكرش أن الريال تهزم بالطريقة هذه، ولهذا لازم مراجعة. نينيو قدم مباراة كبيرة، حارس ممتاز، تحسه حاضر في المباراة هذه، ردة فعل ممتازة وتركيز عالي، حاضر في الكرات العالية، في كرات الانفراد، في كرتين أو 3 كرات. بطبيعة الحال يعطي ثقة كبيرة للفريق ودفاع ميلان كما قلت هذه واحدة من أخطر الفرص. أخطر فرص صحيح، ممتازة هذه لقطة. شوفوا ردة الفعل نتاعو سريعة جدا. لهذا بالنسبة لي أنا اليوم الريال لازم مراجعة، لازم المدرب أولا يراجع نفسه، طريقة 4-4-2 زاد لازم يراجع. مبابي المدرب يشوف حل لمبابي، وغريب أنه ما لقاش حل لوكاس فاسكيز اليوم من أول الشوط الأول. لوكاس فاسكيز سيء، كل يعني هجمات ميلان تقريبا كانت من الجهه اليسرى، حتى الهدف الثالث من الجهه اليسرى. مانيش عارف لماذا ما ثبتش مدافع اخر، مانيش عارف. ميليتاو يمشي على الجهه اليمنى، ميليتاو لعب كثير مباريات رجالهم حتى مع المنتخب البرازيلي. غياب كارفاخال من جانب يعني واضح جدا في الجهه اليمنى، طبيعي واضح جدا. كورتوا ايضا غيابه مؤثر جدا على ريال مدريد. لكن الغريب محمد ان الدفاع الفريق الكل اليوم سيء، ولا لاعب دون فوق معناتها فوق الخمس، الكلهم تحت الخمسه. 4-3-2 1-0. يعني الفريق اليوم سيء، اولا من الناحيه الدفاعيه، المنظومه الدفاعيه سيئه اليوم. ميلان معناتها قدم مباراه كبيره من الناحيه الهجوميه، خلق كثير من الفرص. ونشوفوا اللاعب، شوفوا ميليتاو كيف يسقط على الارض، ونشوفوا السرعه الكبيره، وشاهدناها من الشوط الاول. امكانيات عاليه جدا من رايندرز، لاعب رايندرز ممتاز هولندا وميلان في هذا الهدف، حتى في بطوله اوروبا كان من نجوم. بس يا كابتن شوف كامافينجا، وشوف كامافينجا كيف كان يتمشى، يعني هو يشوف اللاعب فاضي، وهو المفروض انه ياخذ خطوه علشان يفتح خطوه علشان يغطي اللاعب. لكن في بطء، في بطء. اللي باهتني ان المنظومه الدفاعيه الكل صحيح. مبابي واقف، فينيسيوس واقف لما يخسر الكوره، بيلينغهام موجود. حتى لقطه تغيير بيلينغهام كابتن كان واضح انه مستاء جدا للخروج، ما خرجش. لكن اليوم المدرب انشيلوتي ماهوش راضي على وسط الميدان، غير 4 لاعبين في وسط الميدان. شوفوا سهوله الاختراق، اللاعبين وسط الميدان والمدافعين، يعني يتلاعبوا اليوم بوسط الميدان والدفاع بسهوله فريق ميلان. يعني ميلان اليوم افضل مباراه ليه في الموسم هذا،
وقدم مباراه كبيره بصراحه من الناحيه الهجوميه، تسجل 3 اهداف وتقرا 3 و4 فرص اخرى. شوفوا لوكاس فاسكيز اليوم من اول المباراه كان من اول المباراه يعني لماذا انشيلوتي ما لقاش حل؟ لماذا انشيلوتي ما لقاش حل؟ لكن اليوم اعتقد ان هزيمه البرسا مازال ما بس كابتن هضمهاش. فاسكيز مسكين، مسكين، مكشوف. مكشوف حتى يعني هو حتى مباراة ياخذ نتيجه البطء والتاخر وعدم الدفاع من الخطوط الاخرى، صحيح، الهجوم الوسط. وما عندوش حتى مسانده. لاحظ خروج بيلينغهام كابتن، بيلينغهام لاحظ معناتها خرجك بصراحه أي تسديدة مؤثرة في الموسم الماضي سجل الكثير من الأهداف بيلينغهام. بس هذه اللقطة رود تعطيك شعور بأن هناك مشكلة الآن في ريال مدريد بين اللاعبين، مشكلة ثقة، هناك مشاكل. هناك مشكلة نفسية. بيلينغهام ليس سعيد، رودري ليس سعيد، لقد كان من أهم اللاعبين. فينيسيوس يلعب بطريقة جيدة، ولكن مبابي لا يلعب بثقة. حتى الفرص التي أتيحت له، ولكن لم تكن هناك تسديدة مؤثرة بأتم معنى الكلمة. ليس هناك ثقة في النفس، ولكن السيد أنشيلوتي يتوجب عليه أن يعدل الأوتار ويغير الأمور. أعتقد أنه يجب أن يضع مبابي كرأس حربة، ولكن لابد من تغيير وسط الميدان بأتم معنى الكلمة. اليوم رأينا مساحات مفتوحة بين كل الخطوط، ولاعبو نادي الميلان يلعبون بأريحية. لربما يفكرون أنه بإمكانهم سيسجلون هدف. اليوم لم يحدث هذا الأمر، حدث الأمر ضد بوروسيا دورتموند، لأن في تلك المباراة رأينا رغبة جامحة من اللاعبين، روح انتصارية قوية. لم أرى أي روح انتصارية. انظر إلى تسديدات مبابي حتى يفتقد للتسديدات المؤثرة. هناك من يرى بأن أنشيلوتي وريال مدريد قادر على الخروج من هذا النفق، وهناك من يرى بأن مؤشرات ما يحدث من بداية الموسم حتى الآن ينذر بموسم سيء للريال ربما. هو صراحة يعني أنا بالنسبة لي أولا الميلان ظهر يعني بشكل رائع طبعا، يعني استحضر التاريخ في هذه المباراة وقدم مباراة كبيرة يعني. فرحة يعني هي لجماهير الميلان، نتمنى استمراريته يعني في الدوري الإيطالي بهذا الشكل. بالنسبة لمدريد أنا أعتقد أنه مدريد الليلة قدم أحد أسوأ الدقائق اللي لعبها في تاريخه، إن لم تكن الأسوأ، يعني مش أحد أسوأ، ممكن تكون هي. أنا أعتقد أمام برشلونة الريال كان أفضل في الشوط الأول. الليلة كان سيء الحظ، أهداف محققة ضاعت الليلة. لا صحيح صح. بس ريال مدريد قدم شوط أول ممتاز أمام برشلونة. الليلة لا يمكن أن تجد لاعب ممكن تعطيه تقييم 2 من 10. قال لك 5 أكثر، قال لك معظم اللعيبة 5 كابتن طارق. لا أنا أقول لك 5 وتحت. أنا أقول لك 3 يعني كويس إنك تعطي. لأن مشكلة لاعبين ليست مشكلة مدرب في رأيك؟ لا كذلك مدرب. أنت تتكلم على منهجية اختيار طريقة اللعب كانت 4-4-2. أنا أول مرة في حياتي أشوف 4-4-2 بهذا الشكل. لا تعتمد على مهاجمين في عمق الدفاع الخصم، وهذه هي 4-4-2. ووقوفهم لا يجب ان يكون على نفس الخط، يجب ان يكون بشكل قطري، واحد تحت واحد حتى بالتغطيه. طبعا هو وقوف فينيسيوس وامبابي اولا بعيدين عن بعض وفي على نفس الخط، كره واحده تطلعهم برا اللعب. الفراغ اللي يستلمه اللي يكون في وسط الملعب والزياده العدديه بالنسبه للاعبي الميلان كانت بسبب فينيسيوس وامبابي، تفرغوا فقط للذهاب على الاطراف وترك منطقه 18 خاليه من اللاعبين. يعني ما يعني لا تمت يعني 4-4-2 لا تمت لريال مدريد باي صله. لا يعني ما ينفعون اللاعبين، ما ينفعون اصلا كرؤوس حربه. كابتن محمد، مباراه تاريخيه لميلان طبعا في كل حاجه. اولا يونسكا لعب ب 5-4-1، غير منظومته الدفاعيه، دفاعيا بقى افضل، عنده حارس مرمى وراه مميز بالخروج بالكره مميزين، عنده لعيبه مهاريين في وسط الملعب، عنده جناح بيقدر يحول الفريق ويرتد ويعمل هجمات مرتده سريعه، فهو جاي عشان يكسب وكسب. فدي مفاجاه كبيره بالنسبه لميلان اللي قدم مباراه كبيره على المستوى التوازن. ايضا بقى لانشيلوتي، انت ما بين برشلونه وهذه المباراه 10 ايام صح. هل اللعيبه تحس يا محمد ان اللعيبه جاهزه؟ لا، ما شاهدنا ردة فعل. هل في الصراعات الثنائيه كان في لعيب بيكسبها من ريال مدريد؟ انت كنت بتعملوا في ال10 ايام اسوء. خسر يعني كثير من الثنائيات. مباراه البرسا اثرت عليهم. الفاصل يا كابتن طارق ما بين ما بين ماتش برشلونه والنهارده 10 ايام.
المفروض ان الفريق يبقى حاضر على المستوى البدني. والبالون دور زاد. لا، ما انا بقول على المستوى البدني. هل النهارده تحس ان الفريق فريش؟ لا، لا لسه. الفريق دخل له في شك. الشك ده بدات مؤشرات انه فقدان للسيطره، تصرفات اللاعبين، انانيه اللاعبين، فرديه اللاعبين، عدم الجاهزيه البدنيه. النهارده ميلان جري يا محمد اكتر من ريال مدريد بحوالي 8 كيلو، يعني بيلعب لعيب زياده. فاعتقد دي من الامور السلبيه. هل هو قادر انه يقلب الدفه زي ما عمل الموسم الماضي؟ نشوف. حتى البارسا 10 كيلو متر. البارسا زيادة. البارسا 10 كيلو متر. كابتن طارق اشوفك تذكر برشا كثير. لا طيب انا تاخرت على وقت تسليم لاريج 10 كيلومتر، فنشكركم كابتن طارق، شكرا لك.